آه انا خلصت الجزء ده اللي فيه اللون واللي فيه كمان الغرزة اللي هي مزاجة الضلع. ومش عايزه اقول لكم انا قد ايه شكلها عاجبني وقد ايه حاساها فخمه كده. الجزء اللي جاي بقى انا هرجع اشتغل غرزتين عادلين وغرزتين مقلوبين لكذا صف، وبعد كده لصفين 3 مثلا، وبعد كده هبتدي اقلل استعدادا ان انا اقفلها بقى من فوق. فهنرجع نشتغل من فوق من اول هنا من الوش مش من الظهر. لما يبقى الوش موجه لينا هنشتغل تاني 2 عدل 2 مقلوب. طيب احنا كده وصلنا للطول اللي احنا عايزينه بالنسبة للايس كاب، والمفروض بقى دلوقتي نقلل تمهيدا ان احنا نقفل خالص الشغل. هنقلل ازاي؟ احنا هنبتدي نقلل من الوش مش من الظهر. يعني لما يبقى الوش بتاع الايس كاب موجه لينا نبتدي نقلل. احنا المفروض ان احنا كنا شغالين غرزتين عدلين وغرزتين مقلوبين. فاحنا هنعمل ايه؟ العدل هنشتغلوا 2 عدل مع بعض، يعني احنا هنمشي بمبدأ كي 2 together بي 2 together، يعني نشتغل 2 مقلوب مع بعض او 2 عدل مع بعض. ف احنا المفروض 70 غرزة، فلما هنخلص الصف ده هيبقى معانا 35 غرزة اهي. دي العدل، نشتغل العدل مع بعض تمام، نشتغل مقلوب مع بعض. عدل مع بعض ومقلوب ونخلص الصف ده نيجي نشوف اللي بعده. بعد ما قللنا الصف الاولاني اللي كان عندنا فيه 70 بقى 35، هنقلل تاني في الصف التاني او الصف التاني للتقليل. ملحوظتين احنا كده هنقلل في الظهر، ده الظهر، فاحنا هنقلل غرزة عدلة فقط، غرزة مقلوبة فقط، علشان الوش التاني تبقى باينة عندنا عدلة. يعني مش هنعمل عدلة ومقلوبة، لا، كله هيبقى عدل دلوقتي، او احنا عايزين الوش يبقى عدل، فعشان كده هنشتغل الظهر هنا مقلوب. 35 غرزة اللي باقية معانا يعني هنشتغل كل 2 مع بعضيهم مقلوبة، ما عدا اخر واحدة هتبقى لوحدها، هنشتغلها غرزة واحدة بس مقلوبة. وحضروا لي بقى للمرحلة الجاية إبرة اللي هي بتاعة الحياكة بس الخاصة بالتريكو، اللي هي بتبقى بلاستيك وكبيرة شوية. فبعد ما نخلص كل 2 مع بعضيهم مقلوبة، المفروض المرحلة الجاية اللي احنا هنستعمل فيها الإبرة العادية. تمام، هنخلص الصف كل غرزتين مع بعض مقلوبين، وبعدين ندخل على المرحلة اللي بعدها. بعد ما احنا خلصنا الصف بتاع التقليل ده، معنا الإبرة بتاعتنا، بنجيب الخيط اللي باقي من البكرة نسيبه طويل شوية، حتى طويلة شوية، ونقصها، بعدين نلضمها في الإبرة بتاعتنا، وندخلها من العكس من هنا. يعني احنا الفتلة عندنا هنا، احنا هندخلها من الناحية التانية، ندخل الإبرة بالمنظر ده.
اخر غرزة معانا. تمام. بعد كده نطلع الابرة بقى. بعد كده نشد الخيط لحد ما نقفل الراس من فوق، مكان الراس من فوق. وعشان نخيط بقى نقلب كده على ظهره ونسيب ده كده معمول شوية هنا، ونمسك من تحت مكان ما احنا ربطناهم، مكان ما احنا عملنا غرزة البداية، نربطهم مع بعضهم. وبعدين نبتدي نخيط بقى من فوق هنا لتحت. واهو الايس كاب بتاعنا بعد ما خلصناه وبعد ما خيطناه والخياطه مش باينه خالص ومش مأثره على شكله، لان احنا خدنا بالنا ان الالوان تبقى ماشيه على بعضيها، الخياطه تبقى ماشيه متناسق، فحقيقي شكله جميل ومقاسه مناسب ومريح للكبار والصغيرين، وما استعملناش فيه غير بواقي خيط، محتاجناش ان احنا نجيب له حاجه مخصوص، وما اخدش مننا وقت ولا مجهود ولا تركيز، واتعمل بالإبر المستقيمة العادية اللي موجودة عندنا كلنا، عند أي حد بيشتغل تريكو أول حاجة بيشتغل بيها هي الإبر المستقيمة. وشكله حقيقي أنيق. فأتمنى أن يكون الفيديو واضح، وشجعكم أن انتوا تعملوا الآيس كاب ده. والفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتير، وبالتوفيق.